اليوم بجاوب على أكثر الأسئلة اللي سألتوني إياها في البوست اللي نزلته في اليوتيوب، وأكثر أسئلة سألتني في سناب شات. إذا ما تتابعني يا صديقي راح تابعني في سناب شات. ليش لابس الكمامة؟ ومتى بتشيل الكمامة؟ وأكثر سؤال سألته في السناب، ليش أول ما جيت أمريكا تبغى تتزوج بسرعة؟ اليوم إن شاء الله أقول لكم ليش، وبجاوب على أكثر الأسئلة الشائعة. المهم خلونا نبدأ في فيديو اليوم. واليوم شريت لعبة جديدة، هذه الدرون، بيكون في فقرة ولا فقرتين نجرب جودتها ونجاوب على أسئلة، يعني تكون كذا بمنظر حلو احنا نتمشى في سنترال بارك. رايت؟ خالد في سناب شات يقول لي هل ندمت انك سافرت امريكا؟ انا لو عاد فيني الزمن مره ثانيه واعرف ان انا بوصل للوضع اللي انا وصلت له باخذ نفس الخطوه وبسافر امريكا. ندمت على امريكا؟ ما ندمت اني سافرت امريكا. صح اول ما جيت امريكا كان الوضع صعب، وخصوصا اول فتره، اول سنه او سنتين كانت متعبه جدا جدا بالنسبه لي. الغربه بشكل عام تطلع احسن ما فيك، هذا اذا كنت شخص كويس، وان شاء الله كلنا كويسين. الغربه وامريكا من افضل القرارات اللي اتخذتها في حياتي، اذا ما كانت امريكا افضل قرار اتخذته في حياتي. احمد يسال يقول هل أقدر أحول الفيزا السياحية إلى فيزا دراسة؟ تقدر تحول فيزا السياحة إلى دراسة، لكن ما تقدر تحول الفيزا الدراسية إلى فيزا سياحية. الفيزا السياحية عادي تروح تشوف لك جامعة أو تشوف لك معهد وتاخذ الI-20، والمعهد نفسه يحول لك الفيزا، يقدم لك طلب لإدارة الإميجريشن، إدارة الهجرة، ويحولوا لك فيزتك من سياحة إلى دراسة. آكا يسأل يقول ليش ما تصور الزباين وأنت شغال أوبر؟ أصورهم من الداخل. أول شيء يا صديقي أنا شغلي أكثر الشغل أوبر يكون أوبر بلاك. اوبر بلاك هذول يكون طبقه كذا يعني اغنياء، يعني كاشات، ناس معها فلوس، فما في وقت اصلا انه يتكلم معاك. يعني تلقاه يدخل السياره يراجع الرسائل، يناظر شيء في جواله، يكلم احد، يعني ما يدخل يتكلم ويسولف معاي. لكن غير اني مثلا اشتغل اوبر اكس، لا اوبر اكس يدخل يسولف معاك واحد فاضي. مو تقليلا في احد، ولكن الناس هذول اللي معها فلوس او الاغنياء هذول يعني تلقى حياته كلها شغل شغل، اذا عنده وقت فراغ يتصل يشوف شيء، يراجع شيء، فهمتوا؟ فهذا اللي يصير. وثاني شيء لازم اعطي الناس خصوصيتهم. الناس لما يركبون معي لازم ياخذوا خصوصيتهم، لانه يا صديقي لو شاف الفيديو يقدر يشتكي علي، يعني حتى لو ما يشتكي علي انا لازم احافظ على خصوصيته. ولو بصوره وبينزل في الفيديو تاكد يا صديقي 100% اني سالته واخذت منه موافقه انه انزل فيديو له ولا لا، يعني اقول له انزله في اليوتيوب ولا لا. لكن اذا سويت يعني تغبيش على وجهه، يعني انه ما تكلمت معه اصلا. بالنسبه للي يسالون ليش التفاعل ضعيف في القناه او ما هو مرتفع، لانهم يشوفون ان جوده فيديوهاتي عاليه. التفاعل عندي الحمد لله تحسن بشكل كبير، يعني صارت الفيديوهات توصل 20,000 30,000 25,000. صار اي فيديو ينزل تعدى 10,000 و 15,000 خلال 24 ساعه، وهذا شيء مره ممتاز. ولكن بشكل عام تنافس في اليوتيوب اصبح اصعب بسبب انتشار القنوات وكثره القنوات، والمشاهد صار عنده خيارات كثيره، ما هو زي اول. يعني اول اي محتوى ممكن يجيب لك تفاعل، لكن الان المشاهد عنده خيارات كثيره، فاذا محتواك ما كان ذو قيمه وذو جوده ما حد بيعطيك وجه. عشان كذا التفاعل او المحتوى لازم يكون ذو جوده وذو قيمه علشان الناس تتفرج. وان شاء الله محتواي احاول انه يكون ذو جوده وذو قيمه، بحيث انك انت يا صديقي كمشاهد تستفيد من المحتوى وتستفيد من محتوى القناه، يعني تستفيد سواء شغل الاوبر او غير. حتى شغل الاوبر انا اشتغل اوبر واوريك الشغل وكم الواحد ممكن يطلع عشان انت تستفيد، سواء تشتغل اوبر سواء في امريكا او في بلدك. اوبر كمصدر دخل يعتبر عمل حر ممتاز جدا في اي دوله. في ناس في السعوديه كثير فاتحين بيوت من اوبر، في السعوديه، في مصر، في الوطن العربي. يوم سافرت الجزائر لقيت كثير شغالين عندهم تطبيق، ما عندهم اوبر بس عندهم تطبيق زي اوبر اسمه يسير اسمه اعتقد، نفس تطبيق اوبر ولكن تطبيق خاص فيهم. وفي ناس كثير شغالين ومعتمدين على التطبيق هذا. تكلمنا عن الكفاله الخماسيه. اول شيء الكفاله الخماسيه هذه فقط للناس اللي عندهم ورقه من الامم المتحده او حقوق اللاجئين. اذا عندك ورقه من حقوق اللاجئين يا صديقي فانت مؤهل للكفاله الخماسيه، فهمت؟ بعدين الكفاله الخماسيه هم ناس ما يعرفون بعض، يعني يجي واحد يروح لمفوضيه اللاجئين يدفع لها 2500 بحيث انه يكفل شخص هو ما يعرفه. فاكثر الناس اللي حاصلين على الموافقات هذه يكونوا من دول افريقيا، يعني من نيجيريا والنيجر، الدول المنكوبه هذه. فهذول اللي تروح لهم مفوضيه اللاجئين كثير. لكن الوطن العربي فيه ولكن عدد قليل جدا، وفي ناس يقدموا وياخذوا رفض، وفي ناس يقدموا وياخذوا موافقه. في كذا واحد راسلني على السناب يقول لي يا عصام اكفلني. المشكله اوكي انا ممكن اكفلك شخص، تبغى كمان 4 ثانيين، انه انا اشوف لك 4 ثانيين يكفلوك معاي هذا
هذا شيء صعب جدا ومستحيل، لانه ما في احد بيدفع 2500 لشخص ما يعرفه، وممكن يقول لك والله ينكبني. الناس هنا تخاف، الناس تخاف بسبب القوانين. القوانين هنا غريبه شوي، مو غريبه يعني صارمه، خصوصا على المواضيع هذه، اللاجئين والناس اللي من برا من الدول هذه، من الدول اللي تعتبر منكوبه. فالناس هنا تحب تكون في السيف سايد. فمن الصعب جدا اذا يا صديقي انت هنا تكون تعرف واحد مع يعني اشتغلت معه وتكلمت تعرفت عليه معرفه بسيطه وتبغاه يساعدك مثلا انه يكون سبونسر ولا شيء، يخاف، ما بالك انه شخص ما يعرفك، الموضوع يكون صعب شوي. واحد يسال كم عمرك، واعتقد واضح في الثلاثينات صح؟ هذا يسال سوي لنا دروس او سلسله عن اللغه الانجليزيه. انا في السناب في عندنا فقره جرعه انجليزيه، جرعه انجلش، تابعني في السناب يا صديقي، وان شاء الله بحاول اني اضيف كلمات او استخدم مصطلحات او كلمات ممكن تستخدمها يعني في حياتك اليوميه. ان شاء الله بنصير نضيف كلمات او اتكلم كلمات او اروح اطلب وكذا ونضيف ترجمه تحت بحيث انكم تستفيدوا ان شاء الله. واحد يسال يقول وش الافضل السعوديه ولا امريكا؟ ما ادري، هذا اكيد مو بسؤال، اكيد السعوديه افضل، ولكن انا بالنسبه لي يعني امريكا، انا عايش في امريكا، عندي شغل وانا رايح جاي يعني، لكن تخيرني اكيد السعوديه افضل، او اي دوله عربيه افضل من امريكا كمعيشه وكشخص. عندك دخل ثابت، ودخل بالدولار مثلا تاخذه وتعيش في دوله عربيه، لو تاخذ جزء بسيط منه بتعيش حياه جميله جدا، حياه بتعيش مبسوط باختصار. طيب هذا واحد من الاسئله يقول وش رايك في وظيفه سباك؟ انا تكلمت في فيديو سابق واقول لكم اياها مره ثانيه، الحرف اليدويه في امريكا رواتبها عاليه، سباك، نجار، حداد، كهربائي، وظائفها عاليه جدا. يعني انت ممكن يا صديقي لو انك انت سباك ممكن تشتغل حارس في عماره، وحارس العماره هنا في امريكا يختلف وضعه، يعني ما هو زي حارس العماره مثلا في الدول العربيه انت حارس راتبك قليل، لا لا لا، هنا حارس راتبك يوصل ل 70,000 ممكن 80,000 على حسب مهاراتك. وظيفتك ايش؟ تشيك على الشقق اللي في العماره، لو مثلا احتاج التصليح مثلا شيء في الكهرباء يكون عندك خلفيه في الكهرباء شوي، طبعا لما يكون عندك خلفيه في الكهرباء يكون افضل. لو في شيء يحتاج تصليح تروح تصلحه، تشتري قطعه وتروح تركبها. وبس يا صاحبي، سكان العماره يحطوا الزباله تحت، تاخذها تطلعها في الشارع. اللي تشوفوني اصور، اللي يشوفوني في السناب وانا اصور الزباله في الشارع، هذه يطلعها مين؟ حارس العماره، يسمونه السوبر، حتى مدلعين السوبر يعني القوي السوبر حق العماره. بس وظيفه يعني ما هي متعبه، يكون عندك شقه كامله، شقه سكن لك ولعيالك في العماره بلاش، ولكن الراتب راتب حلو. هنا الناس يحترمونك، يعني هنا الناس يحترمون اي وظيفه. الزبال الناس يحترمونه، الزبال ترى راتبه عالي هنا، مين يقدر يشتغل زبال؟ يعني انت عشان تشتغل زبال انت تقدم وتقعد تنتظر. راتب الزبال يوصل الى 45 50 65 دولار في الساعه، يبدا من 25 ل 35 دولار في الساعه، يبدا حول 30، متوسط الاسعار 30 ل 35. تخيل في الساعه الواحده يوميته حول 200 وشوي، كيف الطول تشتغل زبال؟ هو ما في تقليل في الوظائف هذه، ولكن الزبال هنا وظيفته الراتب عالي. وحتى لو تلاحظ الناس اللي عاشوا في نيويورك او جو نيويورك او في امريكا بشكل عام، تشوف انت اللي يكون متعلق في سياره الزباله تشوفه واحد ابيض، يعني تحس انه ناس رواتبها حلوه. طيب هذا واحد يسالني يقول لي وش هدفك في امريكا؟ بصراحه قاعد افكر، الحمد لله يعني انا حققت اشياء كثيره في امريكا. الهدف القادم ان شاء الله اني الف ولايات امريكا كامله، عشان كذا بنلف ولايات امريكا ان شاء الله انا وانتم باذن الله، نلفها ولايه ولايه. اكثر سؤال يتكرر علاقتك في جارتك، وكيف اهلك راضيين عن علاقتك فيها؟ اول شيء جارتي عجوز يمكن عمرها في الستينات، جارتي هذه لها فضل بعد الله في اشياء كثيره في حياتي هنا في امريكا، ساعدتني في اشياء كثيره. يعني جارتي سوت لي خدمه يعني ما في شخص سوى لي اياها، ضمنتني في اشياء ما كان في اي شخص يوافق انه يضمن لي فيها في سكن. اهلي اكيد يدرون عنها، واهلي يشجعوني انه اهتم فيها، حاول انها تسلم، ولكن انا اسوي اللي اقدر عليه والباقي على رب العالمين. هي الان في المستشفى في عيد الشكر، اخذتها وطلعنا وياها واكلنا تركي وكذا، يعني لانها تقول ان اول عيد شكر بتعيدها خارج بيتها. المهم اخذتها البيت وجبنا تركي واكلنا وكذا، والحمد لله 100 ان شاء الله، بس ربي يهديها وتسلم او تنطق الشهادتين قبل ما تموت، لانها وضعها تعبان، يعني واضح انها تعبانه مره. هذا يسال يقول عندي 3 اسئله واختار اللي يعجبك. هل امريكا تستحق المخاطره؟ بالنسبه لي ما في مخاطره يعني في الموضوع. كانت امريكا في البدايه تجربه، يعني جيت وقلت بجرب، حتى ما كنت مخطط لا ادرس ولا اسوي شيء. الحمد لله، تخيل اول مره جيت امريكا جلست شهر، بعدها رجعت السعوديه، وبعدها جلست تقريبا شهرين وحاجه ورجعت السعوديه، بعدها سنه وشوي، بعدها قررت اني اجلس في امريكا، وبعدها قررت اني اجرب حظي في امريكا. تكلمنا عن الدراسه في الجامعه. شوف يا جماعه، في معلومه يمكن ناس كثير ما تقول لكم اياها، ولكن الدراسه في امريكا ما هي صعبه، والله الدراسه سهله، يساعدونك في المدرسه، طلاب يساعدونك، مدرسين يساعدونك، ترى الموضوع مو بصعب، والله مره سهل. يعني الدراسه هنا ما هي صعبه، يعني حتى المدرسين هنا متفهمين جدا. لا احد يقول لك الدراسه في امريكا صعبه في البدايه اللغه فقط. في ناس يتخرجوا هنا من امريكا اقسم بالله ما يعرف يتكلم كلام، ما يعرف يتكلم، لكن تساله مصطلحات في مجال تخصصه يعرف. ولكن بشكل عام تجي مثلا تشوف كيف الاكسنت عنده، اللهجه، اللغه، الكلام، لونج كونفرزيشن ما يعرف. عشان كذا اقول لكم الدراسه
الدراسه ما هي صعبه. وانت نفس الشيء يعني لا تنبهر انك تشوف واحد تخرج من امريكا تقول هذا الحين شارب الانجليزي شرب ولا يرطن انجليزي ولا الاكسنت كانه مولود في هارلم هنا في منهاتن. حي خطير، كان خطير. المهم بسوي لكم ان شاء الله فيديو عنه. فعادي ممكن تلقاه يتاتئ ما يعرف يتكلم، عادي جدا لا تنصدم. عبد العزيز يقول لازم تروح كاليفورنيا. ان شاء الله كنت المفروض اروح شهر ديسمبر الى كاليفورنيا، ولكن سويت استفتاء في سناب شات هل نصور ديسمبر في نيويورك او نروح كاليفورنيا، لان نيويورك في ديسمبر شيء عالم اخر، اسطوري، خرافيه. يعني نيويورك منهاتن يجونها من كل امريكا ومن اوروبا ومن كل مكان. اجواء الكريسماس وشهر ديسمبر في نيويورك ما يتفوت. عشان كذا ان شاء الله بدايه السنه نروح الى كاليفورنيا. تاكد يا صديقي انك مشترك في القناه، لاني اوعدكم بفيديوهات اسطوريه من كاليفورنيا. اهم فلوج انا متحمس له، بنزور اخطر سجن في امريكا، انسجن فيه يعني اكبر مجرمين امريكا. فان شاء الله فلوجات وفيديوهات محترمه. طيب واحد من اكثر الاسئله اللي انسالها، هل اوبر عملك الاساسي؟ اوبر كان عملي الاساسي الى 2019 وبعدها بفضل الله صار عمل جانبي. يعني على دخول الكورونا بدا يكون عمل جانبي، والحمد لله على كل شيء. وش مصادر دخلك غير اوبر؟ عندي مصدرين للدخل غير اوبر الحمد لله. صالح يسال يقول انا تكلمت في فيديو انه امريكا قوانينها تختلف من ولايه لاخرى، كيف اعرف قوانين الولايه اللي انا فيها؟ والله صديقي كيف تعرف قوانين الولايه؟ اسهل شيء جوجل. جوجل يعطيك كل شيء، والامريكان معلوماتهم دقيقه جدا في جوجل، لين جوجل يعطيك معلومات رسميه من مواقع رسميه لان عنده اكسس. يعني المهم جوجل يعطيك الشيء اللي انت تبغاه. يعني اذا انت تبغى تسال عن شيء معين هل مسموح ممنوع تسال جوجل. بالنسبه لي افضل مصدر جوجل، او تروح لقسم الشرطه ولا لاي مكان، ولكن اسهل شيء وانت في البيت. جوجل الشيخ جوجل ما شاء الله خبير. واحد يسال يقول وش عيوب امريكا من وجهه نظري؟ بالنسبه لي اهم عيب من عيوب امريكا النظام اللي كان موجود في عهد بايدن، انه ولده كذا فجاه يقرر انه يصير بنت غصبا عنك يصير بنت تقرر انها تصير ولد غصبا عنك تصير ولد، وهذا شيء هبل. ان شاء الله ان ترامب على الاقل يلغي الشيء ذا. بالنسبه للنظام الضريبي في امريكا في له مزايا وله عيوب. من مزاياه انك يا صديقي تاخذ فيه راتب تقاعد، يعني تاخذ بنفيت تامين صحي واشياء اخرى. لو صارت اشياء ما تعجبك مثلا تقدر تروح الحكومه تقول ترى قاعد ادفع تاكس. والله جد يعني في اشياء حلوه، يعني في اشياء وفي اشياء. يعني من الاشياء المميزه في امريكا انك انت وانت داخل امريكا تعتبر كانك عندك خيار ل 50 دوله مثلا للسفر، تمشي تغير جو. عشان كذا الامريكان ما تشوف كثير يسافرون برا، مع انهم يسافرون بكثره ولكن لان عددهم كبير اصلا. بالنسبه لي نظام التعليم في امريكا يعني اشوف ان فيه انحطاط. يعني تخيل طالب بزر صغير عمره 6 7 سنوات 8 سنوات يبدا يعلمون الاشياء اللي المفروض اصلا عيب انك تتكلم فيها اصلا، ويتكلم يقول لك التثقيف من باب التثقيف. وفي اشياء والله استحي اني اتكلم عنها، الاشياء اللي يعلمونها الطلاب في المدارس شيء قبيح جدا. علشان كذا انا اللي يسالوني في السناب او في الانستغرام عصام ايش رايك في امريكا نربي عيالنا، انا اقول لك يا صديقي خلي اولادك هنا مثلا الى يكون عمرهم 10 سنوات 8 سنوات 9 سنوات، بعدين ودهم بلدك يتشربوا اللغه العربيه ويتعلموها وياخذوا العادات والتقاليد، وبعدها تجيبهم هنا لو تبغى يكملوا جامعه ممكن. ولكن نصيحه لاي شخص، احرص على تعليم ابنائك اللغه العربيه. اول شيء لغه القران، ثانيا لغه صعبه ما هي سهله العربيه زي الانجليش سهله، اللغات الثانيه سهله، لكن العربيه صعبه. وفي نفس الوقت عيالك اذا ما تكلموا عربي يكون في صعوبه انهم يتواصلوا مع ابوك وامك واهلك يوم تسافر. يعني واحد من الاسئله الشائعه انه اذا جيت امريكا جديد وش الاشياء المهمه اللي لازم اركز عليها؟ كان بيصدمني عكس الشارع يا كابتن. اوكي، ما هي الاشياء المهمه اللي تركز عليها في البدايه صديقي؟ اول ما تيجي امريكا او اي بلد في العالم تروح لجديد تحتاج الى سكن وانترنت. حاليا في الفتره الحاليه تحتاج انترنت عشان تقدر تتحرك، خصوصا بلد زي امريكا انت عشان تلقى وظيفه وتسال الناس وتستفسر وتتواصل مع الناس تحتاج انترنت. حتى اهلك في بلدك عشان تتواصل معهم تحتاج الى انترنت. عشان كذا شريحه الانترنت والسكن اهم شيئين عشان تستقر وتبدا تبحث عن عمل وتبدا تشوف حياتك، تبدا تركز. عشان تلقى سكن افضل دائما اذا كنت من الجنسيه المصريه مثلا، عراقيه، مغربيه، جزائريه، اي جنسيه كنت منها، تدخل على فيسبوك وتبحث عن ناس من نفس بلدك، تبحث عن سكن معاهم، بتلقى عندهم سكن، بتلقى ناس يساعدوك، بتلقى ناس طيبين. في ناس سيئين ولكن الناس الطيبين والناس اللي يحبوا الخير كثر. فانا افضل لاي شخص جديد ادخل على جروبات لناس من بلدك، لناس من بلدك يا صديقي، وبتلقى ناس كثير يساعدونك ان شاء الله. اكثر سؤال سالني في السناب شات، ليش اول ما جيت امريكا تبغى تتزوج بسرعه؟ انا في السعوديه قبل ما اجي امريكا كنت على وشك الزواج 3-4 شهور وبتزوج. صار خلاف بين اهلي واهل البنت، والخلاف هذا ادى انه خلاص يعني ولدكم عندكم وبنتنا عندنا، وخرب الزواج. وهذا يعتبر يعني انا اشوفه السبب الرئيسي اللي خلاني اسافر امريكا، يعني علشان خلاص احس اني طفشت في الرياض. وهذا السبب اللي خلاني اول
يوم جيت امريكا ابغى اتزوج، لاني يعني كنت اعتقد اني اذا تزوجت بنسى البنت اللي انا كنت المفروض اتزوجها. بنت بعد كم شهر تزوجت، الله يوفقها في حياتها ويستر عليها. وانا جيت امريكا، ويوم وصلت امريكا قلت ابغى اتزوج، منها استر نفسي ومنها يعني ممكن انسى. يعني الحمد لله على كل شيء. بالنسبه لي خيار امريكا يمكن السبب ذا ما حد يعرفه، ولكن المفروض اني اقول لكم اياه علشان يعني تستغربوا، لانه في ناس كثير يقولوا يعني وصلت امريكا وتبغى تتزوج ليش؟ يعني في ناس يقولوا اوه ما قدرت تمسك نفسك، ما قدرت تسيطر على، لا قضيه ما هي قضيه تسيطر على نفسي، ولكن الحين اعتقد وضح اذا ظهر السبب بطل العجب. طيب هذا يسالني يقول لي ما تقييمك سيارة تسلا من جميع النواحي؟ سيارات الفورد الامريكيه افضل من الاوروبيه زي المرسيدس. بالنسبه للتسلا سياره رهيبه حلوه ممتازه. عيبها بالنسبه لي الشحن فيها كارثه، خصوصا في الشتاء. يعني تخيل في البرد سياره يكون باقي فيها مثلا 150 مايل، انام اصحى القى باقي فيها 90 مايل، 110 100 تنقص. ليش؟ لان السياره كهربائيه تحتاج تستهلك من البطاريه عشان تدفي نفسها السياره. لكن السيارات البنزين لا يا صاحبي، انت بتشغلها بتلقاها بارده، تقعد تنتظر شوي دقيقه دقيقتين تسخن السياره تمشي. السيارات الجديده ما فيها الكلام ده، ولكن لان السياره كلها كهرباء الوضع يكون مختلف. بالنسبه لي العيب البطاريه والشحن. انا ساكن في منهاتن، ما في مكان اشحن. انا عشان اشحن اروح نيوجيرسي او اروح بروكلين بعيد، يعني يبغى لي تقريبا 40 دقيقه واحيانا ساعه بس علشان اوصل لمكان الشحن. وتكلفه الشحن وجراج ومواقف القى نفس سعر البنزين. يعني البنزين ما تورط، يعني لو مره تورط اقرب محطه عبي وامشي. امورك طيبه يا صديقي. هذا يسالني يقول لي كم طلع في الشهر من اوبر؟ يعني لا تاخذني كمقياس، لانه انا ماخذ اوبر بارت تايم، شغال اوبر. يعني تقدر تقول انه عشان اصور لكم في الفلوجات. يعني اشتغل اوبر تقريبا 3 ايام في الاسبوع ما اشتغل، واشتغل في اليوم اشتغل يمكن 8 ساعات 6 ساعات احيانا ساعتين اطفش. اذا مثلا قعدت ساعتين ما في شغل اقفل الاب وامشي. ولكن متوسط العمل احيانا اسوي في 3 ايام احيانا اسوي 1000، احيانا اسوي 600، احيانا 500 على حسب الشغل. ولكن متوسط الناس اللي شغالين اوبر $2000 1500 1800. يعني تخيل يكون مستاجر سياره ب $500 في الاسبوع ويسوي 2000 2500 2300 2400. يعني اذا ما حط سواق الاوبر اذا ما حط في جيبه $1000 اسبوعيا غير الايجار والاكل والشرب يعتبر ما اشتغل. اكثر الناس او 85% من الناس اقل شيء في جيبه $1000. اتكلم عن نيويورك سيتي، وخارج نيويورك اكيد يسوون 1800 900 لان السياره سيارته. احسن ولايه لمهاجر جديد. نيويورك شيلها من الحسابات يا صاحبي، وبتتعب فيها في البدايه، والوظائف ما هي متوفره زي اول، لان اكثر المهاجرين والناس اللي جو امريكا جدد كلهم جري على نيويورك، فالوظائف صارت صعبه في نيويورك. ليش؟ لان الناس اللي جايين جدد ما عندهم اوراق ويشتغلوا ويرضوا باي شيء في البقالات وفي المحلات والمطاعم مطاعم الاكل وكذا، سواء العربيه المصريه وغيرها. تلقى الواحد شغال ب1000 في الاسبوع. الحين صار يشتغل في الاسبوع يعطيه 500، يعطيه 400، يعطيه 600. في ناس يرضوا ب300، في ناس يرضوا ب300. صاحب المحل يعني في نسبه منهم جشع طماع، يقول لك يا عمي انا بدل ما اعطي ذا 1000 خليني اعطي هذا 400 ولا 500 راضي. ويعلم عادي، يعلمه ويعطيه نص الراتب. الراتب اللي كان يعطيه العامل صار يعطيه الاثنين من العمال نفس الراتب. العامل الجديد او الشخص اللي جاي جديد يقول لك يا عمي خلني اخذ اي شيء احسن ما انا متعاطل كذا، بس هو ما يدري انه قاعد يضر بالعمل ويضر الناس ثانيين. هذا اللي قاعد يصير للاسف. يعني عشان كذا انا ارشح كاليفورنيا تكساس. واحد يسال الايجارات غاليه ولا رخيصه؟ ايجارات المحلات التجاريه على حسب الموقع. يعني ممكن في تايم سكوير في الشهر تدفع $100,000. هذا يسال الزواج الامريكي هل صعب ولا سهل؟ اذا الزواج في الوطن العربي يا صديقي صار يعني زي البطيخه تفتحها ما تعرف هي كويسه ولا مش كويسه، بس اهم شيء انك تستخير رب العالمين وتسال. اذا كنت في الوطن العربي تسال عن البنت اللي تزوجها وعن اهلها اخوانها. اذا كنت في امريكا استخير رب العالمين وتوكل على الله وشوف البنت. يعني انت لما تطلع معها لما تتكلم معها اختبرها في الامور الماديه. يعني مصيبه لو انك انت تتزوج واحده علشان انت عارف انها علشان اوراق وانت عارف انها تبغاك عشان فلوسك. وللاسف في واحد اعرفه تزوج واحده يعني عيني عينك هي تبغى فلوسه، هي ما عندها مكان تبغى فلوسه وهو يبغى اوراق. فقلت له الزواجه دي ما بتمشي. قال لي لا ان شاء الله تمشي. استخرت؟ قال لا. استخير؟ قال ان شاء الله بتمشي. وما استخار ودمرت حياته. اهم شيء يا صديقي انك تستخير رب العالمين، لان زي ما قلت لك الحرمه زي البطيخه، وحتى بالنسبه للمراه الرجل زي البطيخه. يعني اذا لازم تسال عنه. اذا كذا والله تعرفت عليه طاخ طيخ طوخ وتزوجوا، لا لازم تتعرف عليه. ما قلت تتعرف عليه يعني تسال عنه. اذا في امريكا ما عندها خيار، اذا ما هي مسلمه اذا ما هي عربيه اهلها يسالون عنه يكون وضعها صعب. واهم شيء الانسان يتقي الله في البنت اللي بيتزوجها سواء مسلمه او غير مسلمه. خاف الله فيها لان الدنيا دواره، واللي بتسويه فيها بكره بيرجع في بناتك في خواتك في اهلك. تاكد من الشيء ذا. عشان كذا عامل البنت اللي بتتزوجها زي ما تحب ان الشخص اللي يتزوج اختك او بيتزوج بنتك يعاملها. مفهومه؟ واحد من اكثر الاسئله اللي انسالها ليش متكمل سلسله رحله البحث عن زوجه امريكيه؟ المشكله يا جماعه كنت انزل السلسله اول وما القى تفاعل. يعني ما في تفاعل. مشاهدات الفيديوهات ضعيفه توصل 5000 6000 4000 ما في حماس. ولكن ان
شاء الله ترتفع المشاهدات ان شاء الله نكمل السلسله. يعني السلسله ما بقى فيها تقريبا 3-4 اجزاء ان شاء الله قريبا ان شاء الله تنتهي. هذا واحد من المتابعين يسال يقول اذا شخص جديد جاء امريكا وش تنصحه؟ ايش الاشياء اللي لازم ياخذها؟ ومن وين تنصحه يشتري ملابس وجروسري؟ المهم الاشياء اللي يحتاجها من وين تنصحه؟ انا ويا صديقي هنا في والمارت اوريك افضل مكان اي شخص جديد لازم يشتري منه او يتقضى او يشتري اغراض اللي يحتاجها منه سواء ملابس او اغراض للبيت. تعال اوريك والمارت الاسعار خرافيه. طيب يا جماعه صح اننا في موسم عشان كذا بتشوفوا اسعار مره حلوه، ولكن الطقم هذا كامل 22 قطعه للمطبخ. يعني انت يا اختي الاشياء اللي تحتاجيها كلها موجوده هنا. وتخيلي بكم؟ 49 دولار، يقول 50 دولار 22 قطعه. اي قطعه يعني هذا تقريبا كل شيء تحتاجيه للمطبخ عشان تطبخي كل شيء. وشوف اللي هنا بكم؟ 35 دولار 34 و99 يعني 35 دولار. هذه 10 قطع تقريبا كل اللي تحتاجها في الطبخ، ولكن هذه افضل مع فرق بسيط. يعني شوف الرخص بس اللي في والمارت. هذه اير فراير اللي هي زي القلايه الهوائيه زيها، يعني مو مايكروويف بس قلايه هوائيه تعتبر. 50 دولار. هذه تسوي دجاج، تسوي سمك، تسوي اللي تبغاه. شوفوا اسعار الملابس 18 دولار 19. هنا الجلطه شوفوا مو جلطه يعني الشيء الحلو 3 دولار يعني 4 دولار. تخيل القطعه الواحده ب 4 دولار. طبعا الكواليتي حلوه، ما بقول لك انها مره حلوه بس تعتبر جيده. 4 دولار تخيل القطعه. يعني تيجي تشتري لاطفالك ب 100 دولار بتشتري لهم اغراض تكفيهم 6 شهور ولا سنه. 10 قطع ب 40 دولار، 10 قطع فوق و10 قطع تحت هاي 80 دولار. 10 قطع يقدر يغيروها شهر تكفيهم فتره طويله. الاسعار في والمارت سواء للملابس او للمواد الغذائيه بصراحه مره اسطوريه ومشجعه. شوفوا هذا بكم؟ 17 دولار. الاسعار يا جماعه مره حلوه. والجاكيت هذا بكم؟ 38. طبعا الجاكيت لا انا اشوف مارشلز بتلقى افضل يعني، بس تعتبر خيار حلو يعني. 38 دولار جاكيت شكله يدفي يعني. شوفوا هنا تخيل الجوس هذا حق الاطفال بكم؟ 298 يعني 3 دولار في 10 للاطفال. تخيل هذه كلها 8 دولار. هذا في 30 حبه. الاسعار حلوه مره. في عندك طبعا اشياء ثانيه غير الاشياء اللي احنا مقاطعينها اسعارها مره حلوه. سعر الجبن في الاجبان هذه جبنه فيلادلفيا في نيويورك بوريكم الحجم. شوفوا هنا سعرها كم؟ تقريبا 3 دولار وحاجه. طبعا هذه تعتبر ب 6 دولار. في نيويورك منهاتن الهول فود اللي يعتبر اسعارها جيده تقريبا سعرها 11 دولار 12 دولار. هذه تخيل هذه الاسعار خرافيه مره. في فرق كبير. الحليب هنا سعره كم؟ الجالون 4 دولار 4 دولار الجالون. كم في نيويورك؟ في نيويورك 8 دولار و10 دولار. بعض المحلات يبيعوا ب 12 دولار حليب. تخيل انت. شوف الكرتون هذا في 60 بيضه بكم؟ ب 20 دولار 60 بيضه. مره يا بلاش. طيب عشان اعطيكم نبذه عن الاسعار الرخيصه، شوفوا الدجاج هذا كله، هذه صدور دجاج ب 14 دولار و60 سنت. هذه ب 13 يعني بالباوند يعني محسوبه، ولكن تخيل السعر يعني. اهم شيء يا صاحبي انا اللي ابغاك تحطه في عين الاعتبار او في بالك انك لا تصرف، لا تحول فلوس تقول اوه 16 دولار كم سعودي. بتلقى نفسك كذا في السعوديه ارخص، بتلقى في مصر ارخص بكثير في مصر. ولكن لا تصرف، انت احسبها ريال، احسبها ريال 16 ريال، لان دخلك انت هنا بتشتغل هنا في امريكا، لما تشتغل بتستلم بالريال، فهمت؟ فبتلقى في فرق يا صديقي. 10 حبات بكم؟ 3 دولار. مره رخيص. يبغى لي ادلع نفسي بواحده صح؟ باخذ لي. شوفوا هذه احسن بس اغلى شوي، بس عادي تستاهل يعني 5 دولار. مشكله والمارت والاماكن اللي زيها انك تشوف الاشياء رخيصه وتجي تقول بشيل اشياء قليله وبعدها يو اند اب باينج اشياء كثيره والله. طيب يا جماعه هذا واحد يسال يقول لي ايش اقتراحاتك للعمل اونلاين بدون شهاده باجور امريكيه؟ المشكله بدون شهاده على الاقل لو عندك خبره يا صاحبي، وبدون شهاده ممكن تمشي امورك ممكن. في واحد من المتابعين السناب راسلني، اخذ عقد عمل مع شركه وهو اعتقد في الاردن، واخذ عقد عمل عن طريق شركه وسيطه. المهم ان الشركه هذه اشترطت عليه انها تاخذ 10% من راتبه لمده ما ادري مده سنه ولا انا 6 سنه، بياخذ من كل شهر اعتقد 300 وحاجه. طبعا بتكلم معاه وبتواصل معاه وبخليه يعطيني اسم الشركه اللي توظف عن طريقها. ان شاء الله في واحد من الفيديوهات القادمه اول ما يرد علي ان شاء الله اني احط لكم رابط الشركه هذه عشان تستفيدوا يعني. هذا واحد يسالني يقول لي افضل مكان للايجارات استاجر منه. افضل مكان يا صديقي تستاجر منه، انت شخص جاي جديد، انت بتستاجر يا غرفه يا سرير، في غرفه في شق، افضل شيء غرفه او سرير، لانك انت جاي جديد تحاول توفر الميزانيه بقدر المستطاع. علشان كذا افضل مكان تبحث فيه في موقع اسمه روميت، وفي موقع ثاني مشهور كريغليست او فيسبوك ماركت افضل مكان، او بعضهم تقدر تتواصل انت وياه فيس تايم ويوريك الغرفه وتشوفها او السرير حقك. افضل شيء علشان يا صديقي انت جاي جديد ما حد بيرضى ياجر لك شقه، ما حد بيرضى ياجر لك لانهم يبغوا ضمانات وسوشيال سيكوريتي ودخلك ووين شغال وكم تسوي في السنه. فافضل شيء يا صديقي بتاخذ يا غرفه يا سرير في
غرفه في شقه. مفهوم؟ مفهوم. افضل مكان فيسبوك ماركت او كريجلست، وفي عندك روميت، اعتقد اسمه روميت.com او شيء، اكتب بس روميت بيطلع لك الموقع في جوجل. انا في فيديو سويته عن الايجارات، لو تروح له بتفهم الايجارات وتفهم السيستم الايجارات في نيويورك وامريكا. اذا ما شفته شوفه، بتلقاه هنا او هنا، روح شوفه عشان تفهم. هذا شخص يسالني يقول هل التعامل مع الاجانب افضل ام مع العرب؟ شوف يا صاحبي، انا ضد نظريه انه العرب سيئين، ان العرب يستغلونك. صح، في نسبه من العرب يستغلوا، ولكن مهما كان عددهم كبير يعتبروا نسبه قليله. التعامل مع العرب افضل. مع الاجانب حلو لانه الاجانب يخافوا من القانون، يخاف انك تشتكيه تورطه، لكن العربي عارف انك جاي جديد وما تفهم في القوانين، يستغلك يا صديقي. ولكن ممكن انك تطيح في يد واحد عربي ابن حلال محترم يساعدك، يكون عون لك، والله يختصر لك مسافات كبيره، يختصر لك سنين. طحت في يد ابن حلال عربي يختصر لك سنين. التعامل مع العرب جيد، ولكن خلك حذر. هذا واحد يسالني يقول لي هل ممكن اصير ثري في امريكا بسرعه؟ مشكله العرب والناس بشكل عام انهم يبغى يصيروا اغنياء بسرعه. اهم شيء يصير غني بسرعه، سنه سنتين يصير غني. زي الفيديو اللي انا سويته كيف اسوي $300 $400 بدون عمل. الناس يقولوا انت قاعد تتكلم بسرعه، اختصر. ايش تبغاني اقول لك؟ تروح تصور سيارات تسوي فلوس؟ امريكا تقدر تصير فيها غني، اي مكان تقدر تصير فيه غني، ولكن امريكا تقدر تصير فيه غني بسرعه. بس يبغى لك يا صديقي السر انك ما تخاف. مو يعني انك تسوي اشياء غلط ولا اشياء حرام، لا. الحرام بتصير غني بالحرام، ولكن فلوس ما فيها بركه، والله سبحانه وتعالى ما يوفقك في حياتك، تلقى نفسك مشاكل وهرك وصداع. ولكن اقصد ما تخاف، يعني اذا في بزنس تحس انه كويس او عمل حر تحس انه بيسوي لك دخل كويس، استخير وتوكل على الله وامشي فيه. لكن اللي يخاف لا. في واحد من اصدقائي كان عنده فلوس، يشتغل ويجمع يدرس ويجمع. المهم ان الشخص هذا اقول له استثمر فلوسك، يقول لا حبيبي انا اوفر الفلوس وبعدين اسوي لي فيها شيء. طبعا موفر فلوسه من 2018 2019، فلوسه الان ال 100,000 اللي عنده الان تسوى لها 60,000 من فلوس زمان. ليش؟ لانه صار في تضخم. المهم لكن لو انه مستثمر ال 100,000، ان ال 100,000 الحين جايبت له فلوس، كنت اقول له سوي زي ادخل معي في البزنس هذا، انا سويت البزنس. يقول لي لا حبيبي انت قاعد تضيع فلوسك. وسبحان الله صار العكس، الان هو يبغى يسوي بزنس. ولكن يا صديقي حين تجي لك الفرصه لا تتردد، استخير رب العالمين وتوكل على الله وانطلق. والله سبحانه وتعالى اذا فيها خير بيوفقك، اذا ما فيها خير بيجنبك اياها، يبعدك عنها. شوف هذا اللي قدامي التركي، احنا الان بعد الثانكس جيفنج في التركي صار اسعاره تركي كامل ب 250، كان يبيعونه في عيد الشكر وقبل تقريبا ب 20 $25. This is America يا صديقي. شوفوا انا جاي علشان ايش؟ علشان الهول ويت. لا هذا بالعسل، لا نبغى هول ويت يا رجل. عشان ايش؟ قال لك انه صحي وما صحي وكذا. تو سمثينج، يلا خلني اخذ يا رجال، خلني باخذ لي 3. مش ميزه الهول ويت انه يقعد فتره طويله عادي ما يخرب، الى 15 ديسمبر، يعني قدامي 14 يوم. طيب يا جماعه هذا واحد يسالني يقول هل لو اشتغلت اوبر سنه كامله فول تايم هل ممكن اسوي $100,000؟ طيب يا صديقي خليني اصدمك واقول لك ان انا السنه هذه بدايه السنه في موسم الضرائب قابلت شخص من جنسيه عربيه مسوي $248,000، حول $250,000. مسويها متى؟ السنه الماضيه 2023. وكنا نتكلم انا وياه، قلت له انا اشتغل في مركز تعبئه الضرائب وكذا، بس المركز هذا يعتبر مجاني لاصحاب الدخل المحدود وكذا، يعتبر حكومي. قال يا اخي انا مسوي مسوي حول 250,000 ويبغى يدفعوني حول $10,000 ضرائب. طبعا $10,000 بعد التحايل وخصم من هنا وخصم من هنا وخصم من هنا، يعني انت متخيل ان الشخص هذا مسوي حول $250,000 في السنه واحده. كم ساعه شغال وكم يسوي بالشهر ده؟ ما شاء الله تبارك الله. دقيقه نحسب له انا وانت، يسوي في الشهر كم؟ $20,000، يعني في الاسبوع الواحد يسوي $5,000. ما شاء الله تبارك الله. قولوا ما شاء الله لا يجي شيء، ما شاء الله تبارك الله. طبعا الشخص ده ما ادري اللي زي هذا تلقاه سنتين يكون خلاص ظهره انعدم، كسر، انتهى، مرض. ترى يا جماعه شغل الاوبر او شغل التاكسي بشكل عام، يعني تخيل انت جالس في نفس البوزيشن، في نفس الجلسه، في نفس التكيه لمده 12 ساعه، يعني زي هذا مستحيل انه يشتغل اقل من 14-15 ساعه في اليوم. مجنون. يعني مهما كان الهدف اللي تبغى تسويه في بلدك، والله يا صديقي بعد كم سنه بتندم. يعني اوبر حلوه، ولكن لازم تعطي نفسك وقت للراحه، لاهلك، لجسمك، ولبدنك عليك حق. جسمك هذا الله سبحانه وتعالى يوم القيامه يسالك انت فيما افنيت جسمك ذا، ايش بتقول لك؟ كنت شغال؟ طيب ولبدنك عليك حق، من الواجب عليك انك تعطي جسمك راحه. طيب انا هنا وصلت عشان احاسب. يا الله نسيت الكرت، دقيقه اشوف كم بيطلع ذا. اعتقد عندي كاش. يا جماعه اول مره احاسب كاش، رحت بقاله وشريت وسحبوا مني مبلغ كبير، المهم انهم اعطوني اياه كاش، بس ما ادري كم المبلغ. $19 I think I have it. اوكي $19 و66 سنت. مصطفى يسالني يقول لي
ما هي طرق الحصول على الجرين كارد. طرق الحصول على الجرين كارد يا صديقي إما زواج أو لوتري أو عقد عمل أو عن طريق أحد الأقارب، أبوك أمك أخوك. في طريقة لم الشمل ولكن هذه تأخذ وقت طويل، وفي طريقة عقد العمل أو إنك تقدم لجوء، وأنا ما أنصح أي شخص إنه يجي ويقدم لجوء. في عندك لجوء إنساني ولجوء سياسي. السياسي يبعد عنه لأنه بيسوي لك مشاكل مع بلدك. اللجوء الإنساني ما في يا صديقي إنك تقول إنك ما أنت مسلم وإنك مضطهد في بلدك، أو إنك تقول إنك ملون يعني، وملون مصيبة صراحة. في واحد أنا ما أعرفه صديقي يقول إنه يعرفه يعني. المهم إن الشخص هذا قدم على جاء أمريكا وقدم على اللجوء إنه ملون ومضطهد في بلده وكذا. المهم إنه قدم ومشت أوراقه وكذا، وبعد فترة حب له واحدة ويبغى يتزوجها. المهم إنه راح قال له كيف تتزوج واحدة وأنت ملون؟ قال لهم أنا تبت. شر البلية ما يضل. كيف تبت يا كابتن؟ هذه المفروض انها جينات يعني، وانت صرت ملون كيف صرت على الفطرة يعني وتحب لك واحدة؟ المهم انه طبعا تزوج البنت في مسجد، ولكن زواج للحكومة عشان ياخذ اوراقه يخلص اوراقه الان يعني لسه هولد، ولكن في الاخير بيتزوج بياخذ جرين كارد بياخذ اوراقه. ولكن اللي يضحك انه في البداية قال انه ملون وانه يحس ان الهرمونات الانوثة فيه عالية، وانه يعني لو رجع بلده في خطر عليه. طبعا كل ده عشان الجرين كارد يا جماعه. في ناس يسووا اشياء كوارث، كل ذا لعيون الجرين كارد. جرين كارد اقسم بالله ذل الناس كثير. تلقى واحد حب واحده ومتزوج واحده، واحد ابيض وجميل وحب واحده اقسم بالله تخاف تمشي جنبها. كل ذا لعيون الجرين كارد يا صديقي. ففي الاول والاخير يا صديقي تقول ايش؟ This what it is. This is America. الاشياء اللا معقول موجودين في البلد دي. طيب يا جماعه ليش لابس الكمام؟ هذا واحد من اكثر الاسئله اللي انسالها، ليش لابس الكمام؟ في فيديو سابق انا تكلمت فيه على نفس الموضوع. انا ابحث عن الخصوصيه، وان شاء الله نحط تارجت ان شاء الله اذا وصلنا الى 100,000 ممكن اني انزع الكمامه. وفي عندي هدف ان شاء الله السنه القادمه باذن الله انه يتحقق، وانا بسعى له ان شاء الله. واذا تحقق ان شاء الله الهدف هذا بشيل الكمامه باذن الله. ليش لابس الكمامه؟ زي ما قلت لكم احتاج نوع من الخصوصيه بس، واعتقد انها من حقي يعني اني اطالب بنوع من الخصوصيه. واحد من اكثر الاسئله اللي انسالها انا ايش اشتغل او الشغل الخاص. جيت امريكا ومعي تقريبا من 1600 الى 2000 دولار في الحدود هذه. طبعا انا جيت امريكا زي ما قلت لكم ما ادري ايش الهدف، هل بقعد في امريكا بدرس بشتغل ناوي بس اغير جو ارجع، ما في هدف. المهم انه الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى انا بديت حياتي من الصفر. انا والله العظيم يعني مساعده من ابوي ما اخذت شيء من ابوي، مع ان الحمد لله اللهم لك الحمد الوالد وضعه المادي الحمد لله جيد اللهم لك الحمد، ولكن دولار واحد ما اخذته من ابوي، رغم ان الوالد كان يتصل تحتاج شيء اجيب لك شيء ناقصك شيء، ولكن قلت له لا الحمد لله الوضع تمام وما احتاج اي شيء. بديت من الصفر اللهم لك الحمد. يعني اذا قلت لك انا يا صديقي بديت من الصفر فانا بديت من الصفر. خلال تقريبا 4 سنوات ونص او 5 سنوات انا اللهم لك الحمد صار عندي دخل ثابت وانا نايم في البيت. اللهم لك الحمد فيني صرت هنا. وبالنسبه للي يسالوا هل اوبر عملك الخاص؟ اوبر كان عمل رسمي وفول تايم الى 2019. بدايه 2019 بعدها اللهم لك الحمد صار اوبر فقط بارت تايم او عمل جانبي فقط. بالنسبه للعمل الحر اللي عندي، العمل اللي عندي ان شاء الله بتكلم عنه قريبا ان شاء الله وبشرح لكم ايش هو وكيف. ولكن يا صديقي اهم شيء انت علشان الله سبحانه وتعالى يوفقك، والله يا صديقي رضا الله سبحانه وتعالى ثم رضا الوالدين. لا تقصر مع ابوك وامك، ابوك وامك خصوصا الام لا تقصر معها. امك ثم امك ثم امك. اذا امك رضت عليك ورب العالمين راضي عليك خلاص موضوعك تمام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي من كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته. تخيل انت ان الله سبحانه وتعالى يسعى في حاجتك. والله يا جماعة انه انا هنا في امريكا ما في شيء احتجته الا وجاني لين عندي، اقسم بالله ما اتكلم امدح ولا علشان تقولوا واو ولا شيء، وهذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى ثم مساعدة الناس. والله يا جماعة اشياء كثيرة كنت يعني في شيء انا دفعت فيه تقريبا 4000 دولار وجاني بلاش، والله جاني بلاش. سبحان الله، الله سخر واحد وجاب لي، رغم ان الشخص هذا يعني كان يبغى يقهرني يعني او يبغى بس يعني يغيظني او شيء، ولكن قدر رب العالمين. فعشان كذا يا صديقي رضا الله سبحانه وتعالى، صلاتك اهم شيء، ورضا الوالدين، واهم شيء مساعده الناس، خصوصا في بلد زي امريكا. واحد جايك جديد ما يعرف احد وانت توجهه تساعده، انت تختصر عليه الزمن في امريكا، تختصر عليه وقت طويل في امريكا. علشان كذا الله سبحانه وتعالى والله بيوفقك، الله سبحانه وتعالى يفتح لك ابواب الخير، يفتح لك ابواب الرزق. صديقي اهم شيء يا صديقي في الدنيا هذه مساعده الناس، حب الخير للغير. هذا اللي اقدر اقول لك اياه. وان شاء الله بالنسبه للعمل الخاص ان شاء الله اني اتكلم عنه
قريبا ان شاء الله وافصل لكم. يعني هو ما هو ذاك الشغل او العمل الخاص اللي يحتاج اني مثلا اتكلم عنه واوريك اني بطل، لا والله اني حتى العمل الشغل الخاص هذا والله انه بدا صدفه. كنت بساعد واحد والثاني هذا خلاص يعني سحب يده من الموضوع وتورطت في الشيء واضطريت اكمل. يعني نعمه من رب العالمين. ولكن دائما زي ما قلت لك تساعد الناس الله سبحانه وتعالى يسهل لك ويسخر لك الخير دائما. في ناس يقولوا هل الموضوع استثمار؟ لا، ما هو استثمار. انا بديت هنا في امريكا من الزيرو زي ما يقولوا الخواجات from scratch. شوفوا هذه مجهزينها علشان الكريسماس، يعني في الليل بيشغلونها وخلاص. اعتقد من يوم السبت القادم او الجمعه ولع الاضاءه في الشجره هذه عشان كريسمس وما كريسمس. راني مدري رامي المهم يسأل يقول اذا جيت امريكا هل بتعتني فيني؟ حلوه تعتني فيني. وفي ناس شافوا فيديو مهند قالوا هل بتستقبلنا زي مهند؟ اذا جاء واحد من المتابعين باذن الله على نيويورك انا ممكن استقبله في المطار، استقبله من المطار، ممكن نتغدى انا وياه، اصور معاه لو يبغى وخلاص ويدبر نفسه. يعني يكون عنده سكن مجهز امور عارف وين بيروح. لكن يجي انا مثلا استقبله واسكنه وكذا. والله يا جماعه اني اتمنى اخدمكم، اتمنى اخدم الناس بقدر المستطاع. أنا إنسان اللهم لك الحمد خدمة الناس بالنسبة لي شيء كبير، ولكن يعني كل واحد بقدر استطاعته. ما أقدر والله، لو أقدر والله من عيوني أبشروا. واحد يقول لي أفضل مطعم عربي بالنسبة لك. أفضل مطعم عربي الباشا رقم 1. الباشا أفضل مكان آكل فيه. أفضل مطعم كبسة ما أعتقد فيه، كلهم حلوين. ولكن أفضل مطعم بشكل عام الباشا التوب. أفضل مطعم شاورما الشامي اللي في باترسون. في واحد فاتح اسمه الشام في نيويورك، موجود في كوينز وفي بيرج. هذا اقسم بالله مره تعبان. ان شاء الله بنسوي يوم تغطيه او فيديو للمطاعم العربيه واوريكم الشام هذا اللي في كوينز وبروكلين. يا جماعه السعر غالي والدجاج قليل مره. يحط لك السلطه اكثر من الدجاج. انا ما ادري طالب خبز انا ب $10 ولا ب $11 جايب لي خبزه. ولكن الله يعين. بس اكثر ناس يقولوا ليش تحط العملات السعوديه والجزائر ومصر؟ هذول 3 دول اكثر 3 دول مشاهده للقناه، فانا احط اكثر 3 دول. لو بحط كل الدول ما شاء الله عندي من المغرب، عندنا من العراق، عندنا من اليمن، عندنا من ليبيا، الشاشه كلها بتصير تغيير عملات كاننا في محل صرافه. فعشان كذا بس نختار او اعلى 3 دول. شدوا حيلكم في العراق والمغرب، استفدتوا ننزل دوله ونحطكم مكانها. وبس. ولو تشوفوا دوله رابعه نظيفه ما عندكم مشكله عادي، اكتبوا لي في التعليقات وعادي. في فيديوهات كثيره تطالبني اتكلم عن الدراسه هذه يبغى لها فيديو مخصص عن الدراسه ان شاء الله. وفي واحده من المتابعات معهد الهاربين اللي انا سويته سجلت في المعهد والحمد لله جت امريكا وامورها تمام. المهم انها راسلتني وتشكرني وقالت انها بتسوي حساب في التليجرام او حساب في الانستغرام. الحساب هذا بتخصصه للناس اللي يبغوا يقدموا للمعهد عن طريقها، طبعا بعموله ولكن عموله بسيطه، يعني ما بتكون عموله عاليه، عموله بسيطه او مبلغ رمزي. وبس ان شاء الله لما هي تكون جاهزه بنسوي فيديو عن الجامعات والدراسه في امريكا واسهل طرق واسهل جامعات ممكن تاخذ منها قبول، والولايات اللي فرص القبول فيها اعلى من الولايات الثانيه. يعني انت بتروح تقدم على نيويورك ولا بتقدم على ساوث كارولاينا ولا الولايات هذه ضعيفه، اكيد الولايات هذه فرص القبول فيها اعلى من نيويورك عارف انك بتهج وبتهرب وخلاص تشوف لك شغل وتشوف لك مزه وتتزوج واما تصلح وضعك هارب يعني. ولكن يوم تروح ولايه ضعيفه، ولايه هاديه حق دراسه وكذا، فرصتك اكيد اعلى. طبعا متابعين كثير يقولوا كلمنا عن شقتك والايجار وكم تصرف في الشهر. ان شاء الله بسوي فيديو عن العماره اللي انا ساكن فيها والمصاريف والشقه وكذا ان شاء الله باذن الله. اكتبوا لي في التعليقات اذا تبغوا الشيء ده. في واحد يقول لي هل تحس الحياه سريعه تمر كالحلم؟ الحياه مو بس في امريكا، في السعوديه، في مصر، في العالم كله يا جماعه. احنا تقريبا يا جماعه احنا وصلنا الى اخر الزمان اللي قال عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن علامات الساعه ومن علامات قرب اخر الزمان موت الفجأة صار موجود، تقارب الزمان. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا في اخر الزمان السنه بتكون كشهر، والشهر كاسبوع، والاسبوع كيوم، واليوم كساعه، والساعه كثانيه. يا جماعه خلاص والله من الجمعه للجمعه الوقت يمر بسرعه. يعني بالنسبه لي في امريكا ما اعرف الاسبوع خلص الا يوم تيجي الجمعه نروح نصلي الجمعه. بس اسال الله حسن الخاتمه، واسال الله انه يطرح لنا بركه، واسال الله البركه في الوقت والجسم، ويبارك لنا في حياتنا ويبارك لنا في مالنا. يا جماعه نصيحه اللي بعيد عن ربه والله تقربوا الى الله، صلوا اذكروا والله. الواحد لا يبعد، الدنيا والله قصير مره، الايام قاعده تجري جري. واهم شيء يا صديقي والله اهم شيء ابوك وامك، امك ثم امك ثم امك وابوك، اهلك ابوك وامك ذول يحط
في عيونك، والله هذولي باب من ابواب الجنه، هذولي الجنه. الله يحفظ لنا ابائنا وامهاتنا ويرحم اللي ماتوا منهم. وان شاء الله بنسوي فيديو ثاني لاجابه الاسئله، واللي عنده سؤال انا ما جاوبته او عنده سؤال يبغى يكتبه ان شاء الله في الفيديو بالقادم ان شاء الله نوصل 70,000 ولا 80,000 ونسوي فقره ثانيه ان شاء الله، او كل 10,000 بنسوي فقره اسئله ان شاء الله، كل 10,000 او 15,000 ان شاء الله اني اكون جاوبت على اسئلتكم، وان شاء الله ان الاجوبه تكون مقنعه لكم وعجبتكم وبس، واستمتعتم في والمارت وفي الشارع وفي سنترال بارك. وفي الختام يا صديقي كالعاده لا تنسى دعم الفيديو بلايك واشتراك اذا ما كنت مشترك، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم. السلام عليكم.